حرام على من وقع كتابي هذا في يده أن يبديه لغير أهله أو يبوح به في غير محله، فإنه إن فعل ذلك سيحرمه الله تعالى منافعه ويمنع عنه فوائده أو بركته. دي كانت مقدمة كتاب اعتبروا مؤلفه مخصص للعارفين بالله والأولياء والصالحين ومش للناس العاديين. لكن الغريب إنه ما كانش كتاب فقهي أو شرعي، لكنه بمرور الزمن بقى واحد من أشهر كتب السحر، وده رغم أساطير كتير بتقول إنه دمر حياة كل اللي قراه بمجرد ما نطق أسماء الجن اللي الكتاب بيقول إزاي نحضرها. في البداية تعالوا نروح لموقع البحث جوجل ونكتب اسم أحمد بن علي البوني. غالباً مش هنلاقي غير 3 معلومات. أولهم إنه عالم صوفي جزائري كان من مشاهير العرافين اللي اشتغلوا في التنجيم والسحر، وتانيهم إنه توفى في القاهرة سنة 622 هجرياً، وتالتهم إنه مؤلف واحد من أكتر الكتب غموض في تاريخ البشرية، وهو شمس المعارف. والكتاب ده هو موضوع حلقتنا النهاردة، وحسب ما قال مؤلف الكتاب إن اسمه بالكامل شمس المعارف الكبرى ولطائف العوارف، فهو ألفه أصلاً عشان يسهل على الناس فهم المؤلفات القديمة في علم الحروف ومعرفة أسرار الأشياء وبواطنها. لكن الجديد اللي هو عمله إنه حاول يرسخ تأصيل للكلام ده من الدين الإسلامي. يعني ببساطة كده هو عمل كوكتيل غريب من الروحانية والصوفية، ومعاهم أسرار السحر مع شوية أذكار أو أدعية. والكتاب ده اتطبع منه نسخ كتيرة في معظم بلاد العالم، ووصلت شهرته لدرجة إن في باحثين غربيين عملوا عنه دراسات كتيرة زي الفرنسي كونستان هامس، واللي كتب بحث عنه عنوانه إشكالية السحر في الإسلام ووجهات النظر الإفريقية. والمشهور من الكتاب جزء أول منه عبارة عن 577 صفحة طبعته المكتبة الشعبية في بيروت سنة 85. لكن الكتاب الأصلي حجمه أكبر من كده بكتير جداً، وفي منه مخطوطات قديمة أقدمها هنلاقيه في المكتبة الوطنية الفرنسية، وبيقولوا إن النص الأصلي للكتاب مكتوب بدم غزال ومحفوظ في المكتبة البريطانية. والمؤرخين شايفين إن الكتاب ده حط قدام السحرة والعرافين كل الأساليب اللي بتنظم شغلهم عن طريق النجوم والفلك والكيمياء وأسرار الحروف، وحط أحمد بن علي البوني شروط خاصة لقراءة كتابه، يعني لازم اللي يقرأ يكون صادق ومتعفف وطاهر. كمان حذر إنه مش مسؤول عن أي أذى ممكن يحصل للي هيقرأ طقوس الطلاسم والوصفات السحرية. والكتاب فيه 40 فصل، كل فصل فيه معاني وإشارات ورموز وظواهر، وفي الفصول دي بيوضح إزاي بيتم تحضير الجن أو طرق خروجه من أجسام المرضى أو الملبوسين، وإزاي تعمل عقدة سحرية أو تفكها. ده غير أفكار غريبة زي مثلا تحويل الألم الإنساني لحيوان أو جثة ميت بالاستعانة بالجن، وإزاي تطلب الفلوس من ملايكة معينين أو تمنع الحسد. ده غير شرح لاستخدام مواد معينة في الطلاسم السحرية زي الخشب والنحاس أو البخور والمسك والزعفران. واستخدم في كتير من الطلاسم دي الاسم الأعظم، وهو من أسماء الله الحسنى، والحروف النورانية الموجودة في القرآن زي ألف لام ميم وسورة الفاتحة وغيرها كتير. كمان ركز أحمد بن علي البوني على أسرار البسملة والبركات المخفية فيها، وإزاي تقدر تحولها لقوة سحرية. يعني مثلا قال إن اللي يكتبها على 7 لوزات بإبرة من نحاس أصفر يوم الجمعة ساعة مرور كوكب الزهرة، وبعدها ياكل اللوزات دي، هيلاقي جواه طاقة سحرية كبيرة. ويمكن الغريب في أحمد بن علي البوني إنه ما قدمش السحر باعتباره شيء مخالف للشريعة، بالعكس ده حاول في كل كلامه إن يخلي التعاليم السحرية وكأنها من جوه الشريعة نفسها. كمان في فصول في الكتاب ده قسمت ملوك الجن لمجموعة عليا وهم 7، وخصص لكل ملك كوكب علوي بيحكمه، ولكل ملك منهم خدم وأتباع في العالم السفلي بيحكموا جهات الأرض، زي رقيائيل حاكم فلك الشمس وليه يوم الحد، وجبرائيل حاكم القمر وليه يوم الاثنين، وسمسمائيل حاكم المريخ وليه يوم الثلاث، وميكائيل وده بيحكم عطارد وصاحب يوم الأربعة، وصرفيائيل
حاكم فلك المشتري وصاحب يوم الخميس، وعنيائيل وليه الزهرة وهو صاحب يوم الجمعة، وكسفيائيل وهو حاكم كوكب زحل وصاحب يوم السبت. أما ملوك الجن السفليين وهم الخدم في الأرض فمنهم زنقط وهو بيجي على شكل قط أو نمر، وفي الأسد الغضوب وده اللي بيستخدمه السحرة عشان يفرقوا بين الأزواج، وكمان أولاد وبنات إبليس زي عزازير، ولازم اللي يحضره يكون نجس ويسجد له عشان يعمل له طلباته. وفي ذات المحاسن وده اللي بيستدعيها لازم يعاشرها كأنها مراته عشان تلبي رغباته. الكتاب كمان قال إن في ملائكة التسبيح الأربعة، ودول بيتشابه أساميهم مع ملوك الجن، وهم عزرائيل وهو الموكل بقبض الأرواح وشكله الهندسي هو المثلث، وميكائيل وهو موكل بأرزاق العباد وشكله هو المثمن، وكمان جبريل وميكائيل. وحسب كلام الكتاب فإن الأشكال الهندسية بتدخل في عمل الطلاسم والتعاويذ عشان تستدعي الجن وتقدر تنفذ أي أعمال سحرية. والكتاب تفاصيله كتيرة وفي معلومات غريبة، وتحسه فعلا كوكتيل عجيب من التفسيرات الدينية والأساطير القديمة، لكنه خطر جدا سواء زي ما بيقول السحرة المؤمنين بيه وبيعتبروه الدستور بتاعهم، أو حتى بالنسبة للي بيرفضوه وبيعتبروا إن قرايته ممكن توصل صاحبها للجنون. وإحنا عرضنا الكتاب بس عشان نحاول نفهم ليه حواليه كل الأساطير دي، وده ملوش علاقة برأينا أو إننا بنؤيد اللي فيه أو بنرفضه، خصوصاً وإن كتير من المؤرخين وعلماء الشريعة زي الشيخ محمد بن شمس الدين بيقولوا إن معظم السحرة النهاردة اتربوا على الكتاب ده، وكمان معظم رجال الدين الإسلامي بيحرموا قراءة الكتاب ده وممنوع طباعته في معظم الدول الإسلامية. وهو بالمناسبة ليه جزء تاني اسمه اللمعة النورانية لكنه أقل شهرة منه. حكايتنا خلصت لغاية كده، ياريت لو عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك وشير للحلقة وتشتركوا في القناة. سلام.